دخلوا تسمعوا خوتي اخر الاخبار والقضيه داخله فيها العصابه الحمزاويه، ودي كاتبه واحد التعليق اللي الناس كاملين تصدموا، اللي هي عيشه عياش. وتابعوا معي التفاصيل على القضيه ديال وفاه ام الفهد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بجميع المتابعين الكرام داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بالناس جداد اللي انضموا عندي في القناه، وكذلك الناس القدام. حبابي في الله، شجعونا باللايك وخليوا لي التعاليق في القناه. جزاكم الله كل خير. غادي ندخلوا في صلب الموضوع. اول وحده غادي نتكلم اخوتي على هاد السيده هذه ام فهد الله يرحمها. والله ولا برحمه الله الناس غايقول لك علاش ترحمي عليها، انها كانت سيده اشنو كدير وكتفعل وكترك. المهم اخوتي مسلمه بحالنا بحالها، ولكن كل واحد غادي يتحاسب عند الله سبحانه وتعالى. اللي دار شي حاجه السيده مات الله ولا برحمه الله. اول وحده كما قلت لكم اللي غادي نتكلم عليها هي هاد ام فهد المشهوره في تيك توك، واللي كتدخل حوالي في اليوم $1000 اكثر. واكيد هاد الفلوس من عند اكبر سياسيين اللي كتعرف. والسبب هاد المقتل ديال هاد ام فهد المشهوره بالشيخه ام العراق. كان عندها مشاكل كثيره مع داليا نعيم بسبب الغيره والحسد. وهاد المرحومه كانت كتقلي ليها السن كما كنقولوا، ما توصلينيش يا الفاعله يا التاركه والسبان داخل اللايف تيك توك. وكانوا واحد النهار سهروا مع بعضياتهم، هادشي كامل كانت كتربطهم علاقه هي وديك الصديقه ديالها قبل ما يوصلوا الخصام. هنا كانوا مع شي شخصيات كبار في الدولة وصورتهم هاد أم فهد دليل عندها كما كتقول. يوم يكون واحد الخصام بيناتهم غادي تفضحها، لأن الأخرى كتغير من الأخرى، وهاد داليا كتغير منها كما قلت لكم بزاف من هاد المرحومة. تخيلوا صورتها مع واحد المسؤول كبير واللي عنده علاقة مع المافيا. والغريب في الامر كيطلعوا بجوجهم في تيك توك في اللايف، ما كاين غير فضحني نفضحك، وكتقول لي سيريا بتاع سعد المعين. ومهم هاد السعد اخوتي اللي هو عنده علاقه مع اصحاب المافيا، هو هاد الشخص اللي ولا دابا حاليا مفيوزي، واللي كان شرطي شويه ولا خدم مع وزير الداخليه. فهنا يا الحباب هاد ام فهد رسلات ليها ناس اللي ضربوها وتكرفسوا عليها بالمزيان، ودخلات هاد داليا المستشفى المده ديال 20 يوم. هنا خرجت هاد داليا دارت بها شكايه، واللي كتهم ام فهد هي اللي خطفتها، واللي كانوا الناس اللي شهدوا امام القاضي في المحكمه بالفعل هي اللي كانت رسلت لها الناس غادي تكرفسوا عليها. من بعد خوتي يومين تقتلت ام فهد وصفاوها لها امام المنزل ديالها اللي كيتجه تقريبا في شرق بغداد، واللي حنا كنا شفنا هذاك الفيديو اللي كانت تنشر في المواقع التواصل الاجتماعي، واللي كيجي خوتي واحد السفاح واحد المجرم كما كنقولوا انه بعد ما نفذ هذه العمليه خدا كاع تليفوناتها واللي عندها وهرب ركب في الموطور كما شفنا في هذا المقطع اخوتي. هذه اللقطه اللي خليت لكم دابا في الصوره. وزاد هنا غادي يقولوا الناس علاش سرق تليفوناتها، لانها كانت عندها علاقه اخوتي كثيره بالناس مهمه في البلاد واللي منهم سياسيين. بعد الناس اللي كانوا مشاو غلط وكيقولوا بان هذاك اللي صفى لها هو مول الفعله. لا خوتي، مقتل ام فهد ليست كما كنقولوا، نشرح لكم بعدا واحد النقطه مهمه، ليست هي المقصوده، بل المقصود هو الاستيلاء على التليفون ديالها اللي عامر، اللي مليء بالاسرار. القاتل ليس هو القاتل، بل هو ادى هذاك الشيء اللي قالوا ليه بانه راه مخلص، قتل وهرب. والقاتل محترف كما شفنا خوتي واحد المقطع اللي لا حول ولا قوه الا بالله. القاتل محترف جدا، حيث كما كنقولوا نفذ العمليه بكل هدوء وثقه كما كنشوفوا، وانه يعلم بانه محمي من جهه المفيوزيه. هاد الناس هادو اللي خلصوه وقالوا ليه سير قضي الغرض وحل السياره وجمع كاع دوك التليفونات ديالها. وراه بالفعل راه شفنا خوتي واحد المقطع، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المرحومه خوتي ام فهد اللي كان عندها كما كنقول لك كتعرف ناس واصله في الوزاره الداخليه. وهاد ام فهد الله يرحمها اللي كانت كتبان الناس انها مواطنه زعما عاديه في تيك توك بس، ولكن لا خوتي، هذاك تيك توك كانت دايره غير
خضره فوق طعام كما كنقولوا، راه كتدخل فليسات صحاح، ولكن عندها ناس اللي اش نقول لكم، راهي السياره الفاخره اللي عندها اخر موديل اللي سميتها كاديكيا، اخر موديل 2024. وشوفوا اخوتي اشنو غيوقع. فهاد فهد سنة 2019 وليت حكمت بالسجن ب6 أشهر بسبب فيديوهات اللي نشرت في المواقع الإباحية واللي خدات عليها فلوس صحيحة. وداليا صاحبتها عبد النعيم اللي كانت صاحبتها كما كنقولوا الروح بالروح، واللي كانت تعرف قاضي واللي هو برأ من التهمه ديال دوك الفيديوهات، وطلعت منها كما كنقولوا شعره من العجين. الناس كيقولوا كيفاش هي صاحبتها وناض كتحرش على ناس اخرين. الغيره كتقتل، لان هاد فهد حسن من هذيك، والناس في تيك توك واللي كيعرفوها كيقول لك ان واحد الجمال لا يوصف، وعندها واحد القبول مع الوزاره، والناس واصلين شكون وشكون كيبغيوها وكيحبوها، والاخرى ما عندهاش القبول كما هادي. هذا هو السبب اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك كنت شفت واحد الفيديو اللي تصدمت فيه. هاد السيده هذه اللي قال لك ما كان عندها والو، ربنا خلقتنا، كانت واحد الانسانه طبيعيه تزوجت بواحد الشخص اللي هو اول شخص في حياتها، بسيط، واللي كانت عمات ليها كما كنقول البصيره، طلقات منه وبغات ميمي، بغات الفلوس كثيره، دخلت للتيك توك، تعرفت على واحد الشخص كبير في السن، تقريبا ما بين 70 سنه حتى 74 سنه، وانه رجل اعمال كبر منها في السن. تزوجات به السيده كما كنقولوا ساستو بالمعقول، ولكن هنا غادي يقول لها ما باقيش تدخلي للتيك توك، صافي داكشي اللي بغيتي غنعطيه لك بالدوبل. قالت ليه لا، لان السيده ماشي راه بعات الفلوس. اش غنقول لكم، الله يقنعنا بالله وبرسول الله. دابا غادي ندخلوا للمسكي كما كنقولوا. هنا عيشه عياشي كانت حطات واحد ستوري عند واحد الصديقه ديال المرحومه، وكتقول السلام عليكم حبايبي يا اهل المغرب، تعرفون كتير بحبكم واهل المغرب بالكل. اليوم تواصلت بخبر حبيبه عزيزه قلبي، بعزها كتير، سمحوا لي اخوتي ما عرفتش كيفاش نقول، بعزها كتير حبيبة قلبي الأم فهد، ربي يرحمك يا غالية، كنت ناوية أزورها قريب، رحمك الله يا حبيبتي. والناس أخوتي اللي عاودوا جاوها كيكتبوا هاد السيدة اش داها حتى تعرف على هاد السيدة، ما هو السبب، كاين شي سير تما وخصهم قال لك ضروري يحقوا مع هاد عيشة. لا 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 لا، القضية فيها إن، وقدروا داخلين فيها حتى القضية قال لك ديال الحمزاوة هما اللي داخلين في هادشي. وقال لك هادشي اخوتي كيخلع، ما هذا يا هذا. كيف ما بغيت انا المهم التحليل ديالي اخوتي، راه حنا كما كنعرفوا عيشه عياش، وهذا عايشه في الخليج وتا هي مره كدير لايفات مع التيك توك، راه هذه تقدر تكون كتعرفها، وهما مع بعضياتهم راه شي كيعرف شي كيعرفوا بحال هاد الانواع، راه شي حاجه ما غتجيناش حنا غريبه. وهادشي اللي قلت انا والله اعلم. ولكن الناس كيقولوا ما يمكنش انها كتقول لك حبيبتي، ربما كتكره قريبه انها تزورها. اش نقول لكم اخوتي، ما نعرف انا، ما نقدرش نقول شي حاجه، ولكن الناس غربوا في هذه القضيه هذه، راه نايضه بمعنى الكلمه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا كان شي حاجه عندهم راه ضروري في التحقيقات، هذا هو الكلام. وكانت بينه وبين شي علاقه راه ضروري اي واحد ما غاديش يفلت منها. والله يرحم هاد السيده هادي. ودابا راه كلشي داخل في التحقيقات، وغيشوفوا ما هو السبب وعلاش. وكما قلت لكم القضيه خوتي باينه وواضحه، السيده كتعرف غير شكون وشكون، والاسرار ديال هاد السياسيين اللي كتعرف هاد فهد راه كاملين عندها في تليفوناتها. وكانت كتخاصم هي وهاد الصديقه ديالها داليا في اللايفات، يا فاعله يا تاركه ونفضحك وانا عارفك انت مع من وطوطوطو الى اخره. القضيه خوتي كبيره وبزاف، وراها نايضه في العراق كما كنقولوا. مع السلامه حبابي، احبكم في الله، الى فيديو جاي ان شاء الله. خليوا لي التعليق، ما تنساوش اللايك، احبكم في الله.